أهلا بيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أهلا بيكم في قناتي وصفة شيماء. النهاردة هقدم لكم طريقة الخشاف. ايه رأيكم بقى في الجمال اللي أنا عاملاه ده؟ أسهل طريقة خشاف هتعمليها. يلا بينا نشوف المكونات. ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل والشير لأصدقائكم وحبايبكم. ويلا بينا نشوف طريقة الخشاف السهلة اللي بنحب نعملوه في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيده علينا وعليكم بخير. شايفين طبق الخشاف بيتحدث عن نفسه، ما شاء الله طعمه جميل. ان شاء الله تجربوه وتعملوه ويطلع طعمه حلو احسن من اللي انا عاملاه كمان. ربنا يحسن ما بين ايديكم. يلا بينا نخش على الطريقة ونشوف انا عملت الخشاف ده ازاي. متنسيش بقى اللايك والكومنت الجميل على قناتي وصفة شيماء. يلا بينا نقول المقادير. المقادير عبارة عن اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معايا هنا البلح ده كنت مكسراه لوحده، مش حطاه على المكونات. ليه؟ عايزة اقول لكم عشان البلح بيتغسل، فانا كسرته الاول كله لوحده اهو. هنا بقى هوريكم طريقة الخشاف، المكونات بتاعته. الاول كسرت البلح وركنته علشان انا مش هحطه عليه. البلح بيحتاج غسيل قبل ما يتحط على المكونات الناشفة دي، فمش معقول انا هحطه بعد ما اغسله هيبوظ لي الخلطة، لاني انا ايه، عاملة الخلطة هحضرها واخد منها كل يوم. خلاص، هبتدي كده بقى اقصقص كل حاجة قطع صغيرة. خلاص، عندي هنا التين المجفف، عندي المشمشية، عندي القراصية. خلاص، هبتدي اقطع كل حاجة او اقصقص كل حاجة مكعبات صغيرة، زي القراصية زي المشمشية زي التين المجفف. هقصقص كده بقى كل حاجة قدامكم. متنسوش بقى اللايك والكومنت الجميل والشير لأصدقائكم عشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. اهو كده يا حبايبي، هبتدي بقى افصصها كده عشان هي طرية، فهبتدي اطلع كده منها بس البذرة وبعد كده اقصقصها. يا رب عليك صلاح الحال. متنسوش بقى ايه، الاستغفار والصلاة على النبي، ولا حول ولا قوة الا بالله. رمضان مبارك عليكم يا حبايبي. القناة دي من زمان ما نزلتش عليها وصفات. كان اول وصفة نزلها كانت امبارح، طريقة عمل الزبادي في البيت. كان طعمها جميل وكريمية وحلوة جدا، يا رب تجربوها. هنا بقى خلصت القراصية ودخلت كده على المشمشية. ابتدي اقصقص فيها كده مكعبات على قد بس انك انتي تعرفي تاكليها بالمعلقة. وطبعا بقية المكونات سوداني، زبيب، جوزة الهند، التين المجفف، عندك كمان مكسرات، بندق، فستق، اللي موجود عندك تحطيه عادي، مفيش اي مشكلة اهو. دي المكونات كلها: سوداني، جوزة الهند، زبيب، شوية كده مكسرات، بندق ولوز، واللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اهم. يلا بقى هقلب المكونات دي كلها على بعض وهحط لهم شوية سكر. يبقى دي مكونات طبق الخشاف. المكونات بتاع طبق الخشاف فاضل لهم البلح. البلح طبعا مش هقلبه عليه علشان البلح بيعوز يتغسل. انا ببقى مفصصه البلح كده واروح شطفاه قبل ما احطه واعمله. اهو كده يا حبايبي، هبتدي اقلب المكونات دي كلها على بعض. الكمية ديت انا هاخد منها واعمل النهاردة حبة، هوريكم طريقة عمايله ازاي. دي المكونات. انت بقى عايزة تزودي الكمية اهو بقول لكم. المكسرات دي كانت عندي في الفريزر من السنة اللي فاتت، طلعتها كده اهيت. فانت بقى حابة تحطيهم في علبة كده وتاخدي منهم اول باول، علشان ايه؟ ما تفضليش كل شوية تفصصي. هنا بقى البلح اهو مكسراه، بس مش هينفع احط عليه دلوقتي، لا، لما اجي اعمل واحضر للفطار هاخد حبة كده واغسلهم في طبق، واروح ايه مزودة عليهم الحاجة اللي انا هعملها. هنا بقى ديت كده هخزنها او هحضرها تبقى موجودة معايا طول رمضان. هاخد منها واروح عاملة الخشاف على طول. ده طريقة تحضيره. يلا بينا بقى ايه نعمله شوية عشان خاطر فطار النهاردة. ده كان بتاع اول يوم رمضان. هنا بقى هاخد شوية بلح كده اهمت، مش ياما برضك اهو، وهديهم شطفة كده، اديهم غسلة حلوة وارجع معاكم. يلا بينا بقى نعمله طريقة الخشاف. هحط البلح اهو غسلته
وبعد ما غسلته كده هنزله كده في البولة اللي هقدم فيها. هاخد بقى معلقتين 3 من الكمية اللي أنا عاملاها دي على حسب اللي هيفطروا معاه. اهو كده هاخد شوية كده اهوت. انت بقى اعملي الكمية اللي انت حباها، انا بس بديك الفكرة وانت اعملي الكمية اللي انت حابة تعمليها. يبقى انا هنا غسلت البلح، نزلته على المكونات اللي عندي اللي هي الايه، الزبيب، الجوز الهند، ال- التين المجفف، القراصية، المشمشية، وابتديت كده، والمكسرات بقى سوداني، فستق، لوز، المكون الموجود عندك دي بقى مية سخنة. مية سخنة ليه؟ لاني انت لو حطيتي مية عادية من الحنفية جوزة الهند هتقوم على الوش وهيبقى منظرها مش حلو خالص، واحنا عايزين الحاجات دي تطرى بس تفضل مقرمشة. لازم تحطي عليها مية سخنة. انا حطيت عليها معلقتين سكر بس، عشان كل الفاكهة ديت المجففة دي بتنزل السكر بتاعها، والبلح طبعا. حطيت معلقة سكر واحدة على كمية المية سخنة. بصوا هنا جوزة الهند عايمة على الوش ازاي. لو حطيتي مية من الحنفية مش هتطرى وهتفضل عايمة كده وشكلها مش حلو، لا لازم تحطي مية سخنة، لازم تحطي مية سخنة. يبقى انا محضرة البلح لوحده علشان لما اعوز منه اخد واغسل على طول، والكمية التانية دي ممكن ازود عليها بقى واشيلها. وادي الاطباق بتاعتنا قدمتها هيت. الخشاف احلى خشاف تكليف في رمضان. بصوا بقى جوزة الهند مش عايمة على الوش ولا حاجة، لان هي دبلت وكل الفاكهة كده دبلت بس بتقرمش. وده كانت طريقة الخشاف معايا. يا رب تعجبكم. مستنية رأيكم في الكومنتات، مستنية اللايك والشير بتاعكم. جربوا كده طريقة الخشاف. اي مكونات عندك اعمليها، في حاجة ناقصة مش مشكلة. خلاص يا حبايبي، دي كانت معايا طريقة الخشاف. الله على الشكل الجميل. تفطروا بقى كده بطبق بيبقى طعمه حلو خالص. وهشيل بقى البلح وبقية الخشاف ده اعمله مرة تانية. برضو هاخد شوية بلح اغسلهم واعمل طبق تاني لما اعوز. الكمية دي هتقضيني يومين. بغطي عليها وبشيلها في الفريزر او بشيلها في التلاجة من تحت. لو انت هتستعمليها تاني يوم شيليها في التلاجة من تحت. بشيلها في التلاجة من تحت. خلاص يا حبايبي، وبكده كان روتيني خلاص وفي رعاية الله.